بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو النهاردة هنتعلم مع بعض خطوة بخطوة ازاي تعملي شنطة كروس شيك جدا من الجلد الطبيعي. في الحقيقة انا جالي طلب من احد المتابعين انه حابب يشوف طريقة تنفيذ شنطة جديدة مع شرح الباترون بالتفصيل، ولو دي اول مرة بتشتغلي بالجلد هتقدري تنفذيها بسهولة. خليكي معايا للاخر عشان تشوفي كل التفاصيل وتقدري تعملي شنطتك بنفسك. اول حاجة هنبدأ نرسم الباترون زي ما احنا متعودين. انا بستخدم المسطرة الزاوية او المسطرة حرف ال عشان اعرف اظبط المربع او المستطيل اللي انا برسمه. بعد ما علمت الباترون هبتدي بالكتر اقطع الباترون بتاعي. باترون الشنطة اللي هنعملها مع بعض عبارة عن قطعتين بس. طبعا انا هوضح لكم دلوقتي كل المقاسات. كده انا خلصت الجزء الاول، هبتدي ارسم الجزء التاني. كده انا قطعت الباترون بتاعي. القطعة الاولى مقاسها 39 في 23 والقطعة التانية 27 في 23. هبدأ اجيب قطعة الجلد وابدأ اعلم الباترون على الجلد. زي ما احنا شايفين هبدأ بالقطر اقطع القطعتين اللي احنا علمناهم على الجلد. كده خلاص انا خلصت تقطيع الجلد. هنا انا بحاول اوريكم ازاي بنقفل الشنطة والشكل هيبقى عامل ازاي عشان تتخيلوا معايا بس طريقة تركيبها. هنا زي ما احنا شايفين انا علمت مكان فتحة السوستة، طولها من بداية القلاب لغاية السوستة 14 سنتي، طول السوستة 17 سنتي في 1 سنتي، ومن الجناب من هنا ومن هنا كل جنب 3 سنتي. هبدأ اقطع الفتحة بتاعت السوستة. وهنا هبدأ بالكلة اعلم حوالين دوران السوستة وهبدأ الزقها. هجيب برجل العلام وهفتحه على نص سنتي وهبدأ اعلم الدوران بتاع السوستة عشان اقدر اخرم الدوران ده واخيطه. هنا انا جبت الشوكة اللي هي 6 سنون وهبدأ اخرم الجلد حوالين السوستة عشان اخيط.
كده انا خرمت السوسته بتاعتي كلها. في بس جزء معين هو اللي هخيطه دلوقتي، عايزين نشوفه مع بعض. زي ما احنا شايفين ده بس الجزء اللي انا هخيطه، مش هخيط السوسته كلها، لان باقي السوسته الجزء اللي باقي ما خيطتوش هخيطه بعد تركيب البطانه. هبدأ اجيب الخيط وهقيس المسافة اللي انا هخيطها، وزي ما احنا عارفين بنضرب المقاس دوت في 3 عشان الخيط يكفي معايا بس الجزء اللي هخيطه بالكامل. طبعا فتحة السوستة اللي انا شغالة عليها دلوقتي دي في الجزء الكبير او القطعة الكبيرة من الجلد اللي هي مقاسها 39 في 23. زي ما احنا شايفين انا كده خلاص خيطت الجزء ده. الخطوة اللي جاية هبتدي ألزق البطانة بتاعتي. الأماكن اللي أنا بشاور عليها دي هي دي بس اللي أنا هحط عليها كلها، الجزء اللي في النص ده مش هحط عليه لأن ده هيكون جزء بتاع الجيب. هنشوف مع بعض دلوقتي وأنا بحط الكل على الجلد، وهنشوف بالظبط ايه الأماكن اللي أنا حطيت عليها. طبعا قطعة الجلد اللي أنا شغالة فيها دي اللي هي القطعة الكبيرة اللي هي مقاسها 39 في 23. هنا بقى أنا جبت البطانة بقصها على قد قطعة الجلد، وهبدأ إن أنا ألزق الجلد بتاعي. أنا لزقت كده الجزء الأول. زي ما احنا اتفقنا الجزء اللي في النص ده أنا هحط الكل على الجناب بس، مش على القطعة كلها. هنا الجزء الأخير هحط عليه كل برضو بالكامل على الجزء ده. ده الجزء اللي هو القلاب بتاع الشنطة أو الكفر. ده هيتلزق بالكامل فهغطيه كله بالكله. زي ما احنا شايفين انا كده ركبت البطانة للجزء التاني. طبعا احنا كنا قلنا ان السوستة مش هنخيطها بالكامل، فالجزء اللي احنا ما خيطناهوش هنخيطه دلوقتي بعد ما ركبنا البطانة، الجزء اللي انا شاورت لكم عليه.
هنا انا كده خلاص خيطت السوسته كده كلها. هنيجي بقى على قطعة الجلد من هنا هنرسم المستطيل ده، طوله 15 سنتي في 10 سنتي، ونفس برضو الرسمة او نفس المستطيل هنرسمه في الجلدة التانية، برضو طوله 15 سنتي في 10 سنتي. هبتدي بقى بالسنبك ادق واعمل فتحات في المستطيل اللي احنا رسمناه. كده انا خلصت الجزء الاول. هجيب بقى القطعة الصغيرة وهعمل برضو فتحات بالسنبك بتاعي. كده خلاص انا دقيت الجزء ده كله. هنا انا جبت برجل العلام وفتحاه برضو على نص سنتي، وهبدأ اعلم الجلدة من كل الحروف بتاعتها من الاربع اتجاهات بتوعها. بعد كده هبتدي اجيب الشوكة واخرم عشان الخياطة، ويا ريت ناخد بالنا بالظبط من الاتجاهات اللي انا بخرم بيها. يعني انا بخرم ببدأ من فوق للنص الجلدة، وبعد كده ببدأ من الناحية التانية للنص برضو. بعد كده هجيب قطعة الجلد الكبيرة وبالبرجل برضو هبتدي احدد برضو الاربع اتجاهات بتوعها. يا ريت نركز بس مع بعض، انا ببدأ التخريم بالظبط منين. هبدأ اجيب المسطرة وهقيس 27 سنتي اللي هو طول الجلدة الصغيرة. هقيس ال 27 دي من الناحيتين وهقول لكم ليه دلوقتي. هبدأ بقى ادق من اول العلامة اللي انا علمتها لحد جوه. طبعا انا بعمل كل ده عشان عدد الفتحات اللي في كل ناحية تبقى قد التانية، علشان لما اجي اخيطهم مع بعض يبقوا الجنبين بالظبط قد بعض. هبدأ هنا بقى ادق او اعمل فتحات للخياطة في القلاب بتاع الشنطة زي ما اتفقنا، ده القلاب بتاع الشنطة. وزي ما احنا عارفين ان انا باجي في الكيرفات بدق بالسنبك الزوجي. زي ما احنا شايفين اهو بستخدم السنبك الزوجي في الكيرف. طبعا الكيرف ده انا عملته في القلاب بتاع الشنطة، بيدي شكل حلو قوي طبعا، فنقدر نعمله باي حاجة. يعني اي حاجة عندي مثلا، اي حاجة عندي شكل دايرة ممكن اعلم بيها الكيرف ده. كده انا خلصت خلاص تخريم الجلدتين.
زي ما احنا شايفين انا كل الجزء ده كده خرمته، والجزء اللي هو المستطيل اللي احنا رسمناه. عايزة بس اوريكم حاجة، الجزء ده كده انا خيطته لوحده قبل ما اركب الجلدتين في بعض، وبرده في القطعة الصغيرة كل الجزء ده كده خرمناه، وبرده الجزء المستطيل ده والجزء دوت خيطناه، والجزء ده برده خيطناه لوحده قبل تركيب القطعتين مع بعض، لان بعد ما بركب القطع في اجزاء تانية طبعا بخيطها، فنركز ايه اللي انا خيطته قبل ما اركبهم مع بعض وايه اللي انا خيطته بعد تركيبهم. هنا بقى هنشوف ازاي هنحط القطعتين على بعض وهنخيطهم ازاي. هنحط وش الجلد على وش الجلد ونبدأ نخيط الجزء المستطيل ده. هنا انا كده بقيس الخيط بتاعي على الجزء اللي هخيطه، وزي ما قلنا بنضرب جزء الخيط اللي احنا قسناه دوت في 3. اهم حاجة بس نتابع الخطوات مع بعض واحنا هنعرف ننفذها بسهولة. كده انا خلاص خلصت خياطة الجزء ده. زي ما احنا شايفين هو ده الجزء اللي اتخيط، والجزء ده هيبقى مفتوح لان ده يعتبر جيب في الشنطة. زي ما اتفقنا ده طوله 15 سنتي في 10 سنتي، والجزء هنا 4 سنتي ومن هنا 4 سنتي. وزي ما احنا شايفين عدد الفتحات هنا لازم يكون قد عدد الفتحات هنا، والعدد اللي هنا قد العدد اللي هنا. علشان كده كنت بقول لكم خلوا بالكم من الطريقة اللي احنا بنخرم بيها الجلد. زي ما احنا شايفين الجزء ده هو ده اللي هيتخيط مع بعضه، ومن الناحية التانية ده برضو الجزء اللي احنا هنخيطه مع بعض. علشان كده عدد الفتحات لازم يبقى متساوي. هبدأ اقيس الخيط بتاعي. وعشان ما نطولش في الفيديو بتاعنا انا هوريكم طريقة خياطة الجزء الاول ده، وباقي ال3 اجزاء هيتخيطوا زيه بالظبط. زي ما احنا شايفين الخياطة سهلة ما فيهاش اي مشكلة خالص. انا هكمل الجزء ده. كده خلاص انا خيطت كده الجنبين اللي قدام والجنبين اللي ورا زي ما احنا شايفين. اعتقد ان كده واضح يعني ايه بالظبط الاجزاء اللي اتخيطت مع بعضها. كده فاضل لي بس القلاب بتاع الشنطة، انا طبعا خرمته كله.
الجزئين اللي قدامنا دول الجزئين اللي انا هركبهم في الشنطة عشان اركب فيهم الايد بتاعة الشنطة. كل قطعة طولها 4 سنتي في سنتي ونص. هبدأ اجيب الكلة واحطها على الحرف بتاعها والزقها في بعضها. وهبتدي اخرمها عشان اقدر اخيطها في الشنطة. زي ما احنا شايفين ده المكان اللي انا هبدأ اثبت فيه الجزئين دول واخيطهم. هبدأ خياطة من عند اخر غرزة انا انتهيت عندها. زي ما احنا شايفين بحاول اثبت القطعة اللي انا هركب فيها ايد الشنطة. طبعا انا خليت خياطة القلاب دي للاخر عشان اقدر اخيط معاها الجزئين دول، عشان مش بعد ما اخيط القلاب ارجع تاني اركبهم يعني. كده انا قربت اخلص خياطة القلاب بتاع الشنطة، بس طبعا يا ريت ما ننساش ان احنا في الجزء الاخير هنركب لسه القطعة التانية. كده انا جبت القطعة التانية خلاص اهي وبركبها. كده خلاص انا خيطت القلاب بتاعي وركبت خلاص الجزئين اللي انا هركب فيهم ايد الشنطة. هبدأ دلوقتي ان انا اركب القفل. ده شكل القفل اللي انا هركبه. هبتدي افتحه، والجزء اللي فوق هفك المسمارين اللي فيه، وهبتدي اظبطه واضغط عليه. المسافة دي هتكون 2 سنتي، والمسافة طبعا من الجنبين هتكون قد بعض. بعد ما ضغطت عليه وعلمت على الشنطة هجيب القطر وهبتدي اعمل الفتحة دي. هركب هنا وش القفل وهجيب الظهر من ورا وهبتدي اربط المسامير اللي انا فكيتها. هبدأ اركب الجزء التاني من القفل، وبالسنين اللي فيه هظبط القلاب بتاعي وهبتدي اضغط على الشنطة عشان يعمل لي العلامتين اللي هفتحهم بالقطر وهركب فيهم باقي القفل. زي ما احنا شايفين دول السنين اللي انا عملت بيهم العلامتين دول على الشنطة. هبتدي بالقطر افتح مكان العلامتين اللي انا علمتهم، بس اخد بالي عشان الفتحة ما تبقاش طويلة، يعني انا بفتحها مثلا حوالي يمكن نص سنتي او ازيد حاجة بسيطة. كده انا هركب الجزء التاني من القفل.
انا بحاول اوريكم من جوه كده بركبه ازاي. بحاول ان انا اتني الحرفين دول لبره زي ما احنا شايفين كده. خلاص انا ركبت القفل، اعتقد يعني ان هو مفيهوش اي مشكله. هبدا اجيب الايد بتاعتي، انا جايبه ايد اكسسوار. هبدا اركب ايد الشنطه في القطعتين اللي انا مثبتاهم في القلاب من جوه. طبعا الايد الاكسسوار دي انا شارياها فيها جنش، يعني من كل حرف فيها جنش صغير كده، ركبتهم على طول في الشنطه زي ما احنا شايفين. احنا كده خلاص خلصنا الشنطه بتاعتنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم من الشرح. جربي تعمليها بنفسك واكتبي لي في التعليقات رأيك، وقولي لي تحبي اشرح موديل ايه في الفيديو اللي جاي. ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة عشان تشوفي موديلات جديدة كل اسبوع.